في كارثه ببرشلونه ان هو بيدفع مبالغ ماليه لنائب رئيس لجنه الحكام نيجيريرا اللي مسك الاتحاد الاسباني منصب نائب رئيس لجنه الحكام من سنه 94 ل 2018. وطبعا كان عشان يظبطهم في الماتشات وكانوا يضمنوا ياخدوا الدوري. الموضوع مش هنا، الموضوع ان نيجيريرا ده الحكم ده المرتشي ده حكم ماتش سنة 1988 بين الأهلي والزمالك، والأهلي كان يكفيه في الماتش ده التعادل، والزمالك كان لازم يكسب لا كان لازم يكسب عشان خاطر يكسب الدوري. الأهلي جاب جون في الدقيقة 22 عن طريق شمس حامد، وبعدها تعادل أحمد الشاذلي للزمالك. وطبعا الحكم ده يسكت؟ لا، طرد علاء عبد الصادق طرد ظلم في الدقيقة 48، والأهلي يلعب ب10 لعيبة، وبعدها يحرز نبيل محمود هدف فوز الزمالك ورفع رصيدهم ل 53 نقطة، وبكده الزمالك أخد الدوري.